السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نسوي تتبيلة سهلة وبسيطة، تتبيلة الدجاج. طبعا أنا تبلتها قبلها بساعة، بس المكونات بسيطة اللي هي الكاري والكركم. تتكون من الكاري والكركم والملح والطحين والخل التفاح. طبعا أنا هسه ضفت للتتبيلة الخل التفاح والكاري والكركم والملح، وصار لي ساعة من تبلتها. فهسه نرش عليها الطحين على مود إن شاء الله نقليها. هسه ان شاء الله نحضر التاوة على الطباخ ونقلي. طبعا هسه حضرنا الدهن، وهسه راح نخلي الدجاج نقلي هسه ان شاء الله. اي قطع الدجاج، يعني اي صدر، الاجنحة، الاطراف نقلي. لازم تكون اول ما تقلينا على نار شوية تفعل، بعدين توسعينه حتى على مود يستوي عدل. طبعا شوفي الدجاج انا ما قلبته، شوفي هيك جاي يصير. هسه هاي الصفحة راح تستوي اقلبها وبعدين ثانية. شوفي شكله شلون طيب حلو، يعني شكله كلش حلو. طبعا وهذا دجاجنا المقرمش اللي قليته، اي يعني تقريبا نص ساعة كاملة بس اقلي، لان انا اول شي نار عالية بعدين نصيت على مود يستوي. هذا هو. وسويت وياه زلاطة، وعندي طبعا مرق وتمن. وألف عافية، سووه جربوه علقولي واشتركوا على قناتي، وألف عافية.